شكرا لك زميل الأخضر. مهند عسيري لاعب النادي الأهلي، واحد من أفضل لاعبي المباراة اليوم. مهند، محدودية الخيارات هي السبب في نتيجة اليوم، 4 أهداف، بالتأكيد هذه نتيجة كبيرة بالنسبة لكم على فريق مثل الجيش. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله على النتيجة دي. نتيجة يعني كانت حلوة والحمد لله. يعني اليوم زي ما أنت شايف الأهلي، يعني النادي الأهلي نادي كبير، يثبت انه ما في فرق يعني بين الاحتياط والاساسي، كلنا فريق واحد. وبالعكس يعني زي ما انت شايف يعني الاساسي والاحتياطي كلهم واحد، يعني ما يحتاج نفس المستوى نفس كل شيء. أنت اليوم تفوقت على الأساسيين كمان، يعني في أسماء تفوقت على نفس اليوم، وهذا يصب في مصلحة الفريق الأهلي بالتأكيد. لكن النتيجة ربما لم تكن متوقعة أن يعود الأهلي ولو من بعيد للمنافسة. كيف ترون الحظوظ الآن بعد هذا الفوز ورفعتم رصيد ل6 نقاط؟ والله شوف، احنا خلصنا من المباراه دي، نركز في المباراه الجايه ان شاء الله باذن الله اللي هي في الدوري. وزي ما قلت لك يعني الاهلي فريق كبير، كيان كبير، بينافس على جميع البطولات. انا ضد اني يعني اريح لعيبته الاساسيه على اساس الدوري، وده بالعكس الاهلي نادي كبير وبينافس بكل البطولات يعني. مهند، يعني الآن بطولة دوري أبطال آسيا دخلت في حساباتكم بشكل أكبر من ذي قبل؟ والله تقدر تقول يعني ما دام انت عندك فريق كامل اكيد هي اصلا في بالنا، يعني ما عندك مشكله. يعني احنا تركيزنا هنا وهنا، وزي ما انت شايف يعني بنقدم هنا وبنقدم هناك، واللي كاتب ربي هو اللي حيصير ان شاء الله باذن الله. مهند، شكرا جزيلا على وجودك معنا لاعب النادي الاهلي. العفو حبيبي. شكرا لمهند عسيري. وهذه هي التصريحات الموجوده لدينا. لم ينضم الينا احد من نادي الجيش زميل الاخضر، لذلك اعود اليك، تفضل. شكرا زميلي جبل، سنعود اليك لاحقا. وطال